إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأصلح اللهم قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، فلقد وصلنا في الحصة التي مضت إلى المسألة 9 من مسائل هذا الباب، ألا وهو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. هكذا بوب الإمام رحمه الله، وقال في هذه المسألة 9 أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، بمعنى أن نفي التبرك بالشجر ونفي التبرك بالحجر هو من معنى لا إله إلا الله، إذ أن مقتضى هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقتضاها أن لا نعبد إلا الله عز وجل، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. وهذا ومعنى لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فكون جاءت النصوص بنفي البركة في مثل هذه الأشياء في الأشجار والأحجار والأشخاص والأماكن وغير ذلك من هذه الأمور، هذا فيه تحقيق لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنها تنفي الإلهية عن من سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق الألوهية أو الإلهية، بمعنى لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة كما سبق لا تنحصر فقط في الصلاة، ولا تنحصر في الصيام، ولا تنحصر في الزكاة، فالعبادة كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة، وهذا أجمع تعريف في الحقيقة. يمكن اختصار هذا التعريف فيما ذكره كثير من أهل العلم أيضا، أن العبادة هي كل ما أمر الله به، فكل ما أمر الله به سبحانه وتعالى فصرفه لله تعالى ماذا؟ فصرفه لله تعالى عبادة وتوحيد، وصرفه لغير الله عز وجل شرك وتنديد، كما سبق ذكر ذلك، وسيذكر الإمام رحمه الله هذا في الباب
الذي يلي هذا. إذن فلا يجوز التبرك بالشجر ولا بالحجر ولا بشخص فلان ولا بالمكان الفلاني ولا بزيارة يعني الشيخ فلان وما إلى ذلك من هذه الأمور. ثم قال الشيخ رحمه الله في المسألة 10 أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. قلتم والذي نفسي بيده، فهذا ماذا؟ هذا يسمى قسم، هذا حلف. من الذي أقسم هذا القسم وحلف بهذا الحلف؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل طولب بالحلف؟ ولم يطالب بذلك صلى الله عليه وسلم ولم يأمره أحد، إنما أقسم صلى الله عليه وسلم من غير طرف. قال والذي نفسي بيده لقد قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى. فهذا فيه دليل على جواز ماذا؟ على جواز الحلف على الفتيا إذا رأى من هو مؤهل للفتيا، إذا رأى أن الحلف على الفتيا مما يزيدها ماذا؟ يعني ثقة أو توثيقا، مما يزيدها توثيقا، وأن السائل المستفتي إذا حلفت له على هذه الفتيا يعني تأكد أنها ماذا؟ أنها فتيا صحيحة مستمدة من الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز للمفتي، يجوز للموجه للعالم أن يقسم على شيء إذا كان متأكدا من صحته، لكن لا يجوز له أن يقسم على شيء هو لم يطلع على يعني أحوال من أقسم في حقهم. ولذلك أنكر يعني كثير من العلماء من المعاصرين أنكروا على الشيخ جابر الجزائري عندما أقسم يعني أنه لا توجد جماعة من الجماعات تخدم الدعوة والإسلام كجماعة ماذا؟ الدعوة والتبليغ. وإن كان هذه الجماعة يعني في الحقيقة نحن ولله الحمد والمنة نسميها جماعة الدعوة والتبليغ، جماعة الدعوة والتبليغ. ويقسم يعني، لكن هذا القسم يعني ما كان ينبغي له أن يقسم. أنكر عليه كثير من أهل العلم، فيهم من توفاه الله وفيهم من لا يزال على قيد الحياة. لكن العالم والموجه والمرشد والمفتي إذا تأكد من صحة ما يقول يجوز له أن يقسم على ذلك. كذلك كان يعني يفعل الإمام أحمد يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكثير من الأئمة والعلماء. وقبلهم أقسم من؟ سيد العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إياك أن تخطئ أو يعني أن تضلل فيقول لك إن رسول الله ليس من العلماء. بعض الناس هكذا، بعض الأساتذة قالوا إن الرسول ليس من العلماء، فلا بد يعني أن يشرح ماذا القرآن عالم من العلماء، والرسول كأنه على تقريرهم ليس مؤهلا لشرح القرآن. والله تعالى يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكيف يبين وهو لا يعلم؟ هل يعقل هذا يا عباد الله؟ إذن رسول الله وسيد العلماء صلى الله عليه وسلم، والسنة أي سنة النبي أي طريقته صلى الله عليه وسلم وما جاء به. تأتي السنة كما قالوا تأتي مفسرة للقرآن الكريم، وتأتي موضحة للقرآن الكريم، وتأتي مقيدة لما أطلق في القرآن الكريم، وتأتي السنة مخصصة لما جاء عاما في القرآن الكريم. وقد تأتي السنة بشرع لم يأتي به القرآن الكريم، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لم يأتي تحريمه في القرآن الكريم، إنما جاء في سنة النبي الأمين
صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة قد تأتي بتشريع، يعني ما يتعلق بمسألة ميراث الجد وغير ذلك من الأمور. إذن السنة قد تستقل بالتشريع، ولذلك نقول دائما لإخواننا ربما في مسألة من المسائل العلمية الفقهية قد يستدل الإنسان بحديث واحد، فما ينبغي للسامع أن يقول أين الدليل من القرآن. فدليل واحد يعني حديث واحد صحيح صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفينا في الحقيقة، يكفينا أن نستدل بحديث. وما ينبغي للسامع أو بالأحرى للطالب أن يقول أين الدليل من القرآن، فإن الدليل من السنة دليل من القرآن، والاستدلال بها استدلال بالقرآن، والاستدلال بالقرآن استدلال أيضا بالسنة. هكذا بين الأئمة والعلماء. بل إن الإمام أحمد قال القرآن أحوج إلى السنة من القرآن إلى السنة، لأنها هي التي تفسره وتبينه وما إلى ذلك وتوضح. إذن ففي هذه المسألة العاشرة ذكر الإمام رحمه الله أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، كأنه يريد أن يقول إذا اقتضت المصلحة أن تقسم على شيء اعتقدت أنه صحيح وتأكدت من صحته، إذا اقتضت المصلحة أن تقسم فلك أن تقسم ولك أن تحلف يعني على ذلك. وأسوتك وقدوتك في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام في المسألة 11 قال أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، وهذا ما عليه يعني عامة أهل العلم، أنهم قسموا الشرك إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة عافانا الله وإياكم، وشرك أصغر هو من أعظم الذنوب وأكبر من الكبائر، وصاحبه على خطر عظيم. بل ذهب يعني كثير من أئمة العلم والتحقيق ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله على أن الشرك الأصغر يدخل تحت الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيرى هذا الفريق من أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك الأصغر داخل تحت هذه الآية الكريمة لا يغفره الله. ولذلك ترى كثير من المحققين لا يذكرون هذا التأصيل ولا هذا التفصيل، فيحذرون من الشرك. أئمة الدعوة كما قالوا ما قالوا مثلا الشرك أكبر وأصغر، قالوا لأن خطاب العوام بمثل هذا يجعلهم يعني يستهينون بالشرك الأصغر، وهو وسيلة إلى الأكبر عافانا الله وإياكم. والوسائل لها أحكام المقاصد، حتى لا يستهين الناس بالشرك أصغرا كان أو أكبر. يعني عندما نذكر النصوص التي جاء فيها التحذير من الشرك نذكرها هكذا ونحذر من الشرك. لكن إذا جاءك إنسان مثلا وقص عليك ما حدث منه وما حصل وما وقع فيه، هنا يعني لا بد أن يكون عندك تمييز بين ما هو من قبيل الشرك الأكبر وبين ما هو من الشرك الأصغر، حتى لا تخرج الناس من الملة بوسيلة من الوسائل. يعني هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه. لكن كاصطلاح الشرك ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. بعضهم يضيف ما يسمى بالشرك الخفي كيسير الرياء عافانا الله وإياكم. 12 من هذه المسائل قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، قال فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني حتى ما نتهم جميع الصحابة، بل لا يحق لنا أن نتهم واحدا
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لنا أن نذكر مساوئ الصحابة ولا أن نتحدث عن ذلك في المجامع العامة ولو على سبيل ماذا؟ التاريخ، وبخاصة في هذا الزمن الذي يعني ظهرت فيه هذه أو نبتت في هذه النابتة، وظهرت الشيعة الروافض قبحهم الله يعني وهم يسبون الصحابة صباحا ومساء عبر الشاشات والقنوات. ما ينبغي أن نفتح هذا الباب بين عامة الناس ونقول مثلا هذا فقط من الناحية ماذا؟ التاريخية. حتى من الناحية التاريخية نحن ولله الحمد والمنة في غنى يعني عن ذكر هذه الأمور، فهؤلاء جميعا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فينبغي أن تسلم ألسنتنا وصدورنا على صحابة من؟ نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من أصول أهل السنة، سلامة الألسنة والصدور في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحب من يحبهم ونترضى عنهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، كما جاء في العقيدة يعني الطحاوية، وكذلك يعني جاء في كتب العقائد حيث نبه الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى على هذه المسألة، على مسألة السب والطعن واللعن والمس في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى قال الإمام مالك يعني هؤلاء ماذا أرادوا من خلال الطعن والسب للصحابة؟ قال أرادوا أن يجرحوا ماذا؟ أن يجرحوا شهودنا، وهم بالجرح ماذا؟ وهم بالجرح أولى. حتى يعني سماهم كثير من الأئمة والعلماء يعني بأسماء تليق بهم يعني في الحقيقة. فالصحابة عندنا ولله الحمد والمنة هم نقلت يعني هذا الدين، كما قال عبد الله بن مسعود أبر يعني هذه الأمة ماذا؟ قلوبا، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وتبليغ دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم. لكن لا ننكر يعني أن الصحابة ماذا؟ درجات، وأفضل الصحابة من هو؟ أبو بكر، ثم من بعده من؟ عمر، ثم من بعده عثمان، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. إذا هكذا يعني ترتيب الصحابة كترتيبهم في أو ترتيب الخلفاء في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة على ما تقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن عندما نتكلم عن عقيدة أهل السنة في الصحابة نستثني ماذا؟ واحدا من الصحابة. لكن مسألة التفضيل هذا أمر يعني واضح وبين، فيعني من سبق في الإسلام ويعني دفع ماله ونفسه هذا لا شك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن هنا لاحظ ماذا قال قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما تعمم هذا على كل الصحابة، نحن فقط يعني الذين أسلمنا حديثا طلبنا هذا الطلب. لاحظ هذا من فضل الله عليهم وحفظه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يأتي إنسان من بعد يقول لاحظ عن الصحابة وقعوا في الشرك عافانا الله وإياهم. هم لم يقعوا لأنهم سألوا قبل أن يفعلوا، وهذا من حفظ الله لهم ومنه وكرمه عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال ونحن كأنه يعتذر يعني عن هذا الطلب وهذا السؤال. قال الشيخ فيه أن غيرهم يعني من الصحابة ممن تقدم إسلامهم وسبق إسلامهم تعلموا وتفقهوا، ومنهم العلماء والفقهاء. ابن مسعود رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، وأبو بكر من علماء الصحابة، وعمر من علماء الصحابة، وعثمان من علماء الصحابة، وعلي من علماء الصحابة، وفيهم من كان يعني تميز في شيء حتى ذكر ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفرائض مثلا ما يسمى بالمواريث، قال أفرضهم من؟ زيد رضي الله تعالى عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. هؤلاء تقدم إسلامهم فتفقهوا وتعلموا. إذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر، قال فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، لأن هذه المسألة يعني مسألة لا يجهلها سابق في الإسلام، إنما يعني صدرت ووقعت ممن يعني تأخر إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسبق البيان أن الشخص حتى ولو كان جاهلا فعندما يقدم على شيء فيه مخالفة فماذا نصنع؟ هل نسكت عنه لجهله؟ لا نسكت عنه لجهله، يعني الجهل لا يعد عذرا للسكوت والتوجيه، فلا بد من توجيه هذا الجاهل وتعليمه، وربما يؤدي الأمر حتى إلى يعني تعنيفه، نعنفه، لكننا لا نحكم عليه بحكم لا نحكم عليه، نقول لأن الجهل هنا قد يعد ماذا؟ عذرا من الأعذار، قد يعد عذرا من الأعذار، لكن هذا العذر لا يمنعنا من التوبيخ والتأنيب والتعليم وما إلى ذلك. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هل سكت عنهم لجهلهم أو يعني تأخر إسلامهم؟ قال قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قال أصحاب موسى لي، ثم قال لتركبن إنها السنن، الله أكبر إنها السنن، فأنبهم صلى الله عليه وسلم وعنفهم، فدل هذا على أن الجهل لا يعد عذرا في ترك ماذا؟ التنبيه والتوبيخ والتأنيب وربما يعني الزجر. الحادية أو الثالثة عشر من هذه المسائل قال الشيخ التكبير عند التعجب خلافا لمن يعني كرهه، وفي الحقيقة ماذا هو؟ يعني ثابت كما مر معنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر. فمن السنة إذا تعجب الإنسان من شيء أن يكبر، وله أيضا أن يسبح، يعني أن يقول الله أكبر أو أن يقول سبحان الله، وذلك ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة قال الشيخ سد الذرائع. سد الذرائع ما هي الذرائع؟ الذرائع جمع مفرده ماذا؟ مفرده ذريعة، والذريعة معناها ماذا؟ يعني الوسيلة، الطريق إلى الشيء. الذريعة معناها الوسيلة والطريق إلى الشيء. لاحظ الآن هو سد عليهم ماذا؟ الذريعة، سد عليهم الطريق، سد عليهم هذه الوسيلة التي تؤدي إلى ماذا؟ يعني كون الإنسان يتبرك بالشجرة، كونه يتبرك بالشجرة هذه ذريعة ووسيلة لكي يعبد بعد ذلك هذه الشجرة. كونه يتبرك بالحجر هذه وسيلة أيضا لكي يعبد هذه الحجر. والشريعة كما سبق ذكر ذلك وبيانه وتكراره على مسامع عدد من إخواننا أن الشريعة ما شاء الله اعتنت بباب الوسائل كما اعتنت بباب المقاصد، وإن تسامحت في باب الوسائل ما لم تتسامح في باب المقاصد. يعني هذه تحفظ. الشريعة اعتنت بباب الوسائل كما اعتنت بباب المقاصد، وإن تسامحت في باب الوسائل ما لم تتسامح في باب المقاصد. مثلا الكذب إذا كان يعني سيؤدي إلى الإصلاح بين المتخاصمين، هذه من الوسائل، هذه من الوسائل. فالشريعة تسامحت في باب الوسائل ما لم تتسامح أين في باب المقاصد. فهنا قال الشيخ سد الذرائع. عندنا في الفقه هذا يسمى ماذا؟
هذا مصدر من المصادر عند بعض أهل العلم، ما يسمى بسد الذرائع، وبخاصة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغيره من أئمة العلم والدين. لكن عندنا سد الذرائع، وعندنا في المقابل ماذا؟ يعني فتح الذرائع. سد الذرائع من جهة، وفتح الذرائع من جهة أخرى. ففي الأمور المطلوبة لا بد من فتح الذرائع، وفي الأمور الممنوعة لا بد من سد يعني الذرائع. لكن الذرائع والوسائل للشرك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في باب من أبواب هذا الكتاب يعني حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. حتى في الأقوال، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، هل سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لم يسكت عنه، لأن هذا وسيلة إلى أن يجعل رسول الله ندا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال يا هذا أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت. وثم هذه لا شك تفيد ماذا؟ يعني الترتيب والتراخي كما يقول، أي أن رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تحت رتبة الرب والخالق سبحانه وتعالى. فعندنا ما يسمى بالترتيب الرتبي، وعندنا ما يسمى بالترتيب ماذا؟ الزماني. عندنا ما يسمى بالترتيب الرتبي والترتيب أيضا يعني الزماني، وإن كان في نفس ماذا؟ في نفس الرتبة، لكن هنا المقصود الترتيب الرتبي وليس الزماني. قل ما شاء الله ثم شئت. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. الشريعة لم تتسامح في باب الوسائل التي تفضي إلى الوقوع في الشرك، عافانا الله وإياكم. حتى قال من قال من الأئمة والعلماء أن الشرك الأصغر ماذا؟ اللي هو باب الوسائل يدخل تحت الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا لأن هذا التركيب أي لا يغفر أن يشرك به، هذه الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على العموم، لأنها نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا جاء في منظومة القواعد الفقهية. أيوة ما شاء الله. إذن المسألة 15 قال الشيخ رحمه الله النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، من أين أخذ الإمام رحمه الله هذه المسألة؟ أي قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قال أصحاب موسى لموسى. ثم إن الجاهلية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، الجاهلية كانت جاهلية ماذا؟ عامة. كانت جاهلية عامة. ماذا كان يصنع أهل الجاهلية؟ كانوا يتقربون إلى الأصنام والأوثان ويقدمون لها ماذا؟ القرابين، ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها ويستغيثون بها ويستنجدون بها وغير ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثته ماذا؟ انتهت الجاهلية العامة. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة. فماذا بقي؟ بقيت بقايا من أهل الجاهلية. فما يأتي إنسان مثلا ويكتب كتابا ويقول جاهلية القرن 20، هذا الرجل الذي يعني ضلل كثيرا من أبناء هذه الأمة. ومن صاحب جاهلية القرن 20؟ سيد قطب.
سيد قطب هو صاحب هذا الكتاب جاهلية القرن العشرين، وصاحب كتاب معالم في الطريق، وصاحب كتاب في ظلال القرآن الكريم، وغير ذلك من هذه الكتب التي يعني أضلت هذه الأمة، لأن صاحبها كان على ضلال بالقطع واليقين، حيث كفر كل المجتمعات ولم يستثني أحد، كفر كل المجتمعات ولم يستثني يعني أحد، حكم على الأمة جميعا بأنها في جاهلية جهلاء، ولا بد أن تدخل من جديد في دين الله عز وجل على زعمه وتقريره. لكن أهل السنة قالوا الجاهلية العامة هذه انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت بقايا مما كان يفعله أهل الجاهلية، مثلا من مثل شق الجيوب ولطم الخدود مثلا، وهذا النواح وغيره. هذه من أمور ماذا؟ هذه من أمور الجاهلية التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أيضا التبرك بالأشجار والأحجار هذه من أمور ماذا؟ الجاهلية، ولذلك الشريعة نهت أتباعها عن التشبه بأهل الجاهلية، سواء كان هذا التشبه بالأقوال أم كان الأفعال والأحوال والتصرفات وما إلى ذلك. ثم قال الشيخ في المسألة 16 قال الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم في الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذا ليس على إطلاقه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله أكبر إنها السنن. الله أكبر المسألة إذا كانت تحتاج إلى أن ينفعل المدرس الموجه المعلم حتى يعطي لها هيبة لهذا الأمر. كيف تطلب أنت مثلا وسيلة توصلك إلى الشرك؟ لا بد أن ينفعل المتكلم والمتحدث والموجه. فكذلك حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ربما استشف الشيخ منه أنه نوع من الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت ماذا؟ حرمات الله سبحانه وتعالى. 17 من هذه المسائل قال القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، بمعنى أن هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة التحذير، حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك سنن من سبق أو سنن من سبق. السنن قلنا بمعنى الطريق والمنهج الذي عليه أهل الجاهلية بصفة عامة. هذا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم ومن سلوكه. ثم قال في 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سنن الجاهلية وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم. قلنا هذه الصيغة وإن كانت صيغة خبر لكنها تدل على ماذا؟ تتضمن معنى التحذير. الرسول لم يخبر بهذه الأشياء مقرا أصحابها أو بها، إنما أخبر بها صلى الله عليه وسلم ماذا؟ محذرا منها أمته صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حاصل وواقع، لأن خبر رسول الله ماذا؟ حق وصدق. حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. والله عز وجل قد كشف حجاب الغيب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أمته بما سيكون إلى قيام الساعة، كما هو ثابت في النصوص الصحيحة الصريحة. 19 من هذه المسائل كما قال أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. كل ما ورد في الكتاب من الذم لليهود وفي السنة أيضا من الذم لليهود والنصارى على حد سواء، هذا فيه ذم لمن يفعله من أفراد هذه
الأمة، لأن المقصود هنا ليس كل فرد من أفراد الأمة، وإنما يقصد ماذا؟ المجموع. لا بد أن نفرق بين العبارتين، نقول بالجملة وفي الجملة، فالذم هنا في الجملة وليس بالجملة، لأننا إذا قلنا بالجملة بمعنى أننا لا نستثني أحد، لا يستثنى أحد، وهذا في الحقيقة ظلم، لأن النبي في الحقيقة النصوص الشرعية لا تتعارض ولا تتضارب. هو يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، ثم يأتي هنا يعني لا بد أن ننتبه إلى هذا التعبير، نقول في الجملة وبالجملة. إذن فالذم إنما هو للمجموع وليس لكل فرد من أفراد هذه الأمة. فلا تزال طائفة من أمتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن فأفعال اليهود أو تصرفات اليهود والنصارى التي جاء ذمها في القرآن الكريم ستقع من بعض أفراد هذه الأمة، فلا نقول كون هذا الفاعل من هذه الأمة لا يستحق الذم، إنما نقول ماذا؟ هو يستحق الذم لأنه فعل مثل ما فعل اليهود والنصارى، والله قد ذمهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أي للمجموع وليس للجميع، لمجموع هذه الأمة وليس لجميع هذه الأمة. والفرق بين العبارتين واضح كالفرق بين في الجملة وبالجملة. 20 من هذه المسائل أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما يعني من أخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الشيخ رحمه الله تعالى كما سبق، يعني الإمام المصنف المجدد رحمه الله تعالى كما يعني سبقت الإشارة في الحصة التي مضت، يعني ذكاؤه خارق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعني آتاه الله سبحانه وتعالى علما وفهما ويعني قصدا حسنا، وهذا يعني من أعظم نعم الله تعالى على العبد، صحة الفهم مع سلامة القصد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك قلنا أحيانا يذكر أشياء كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره يصعب على الإنسان أن يعرف وجه الاستدلال أو وجه الاستنباط، كيف استنتج الشيخ رحمه الله تعالى هذا الاستنتاج، حيث قال مقرر عندهم يعني عند الصحابة بصفة عامة أن العبادات مبناها على ماذا؟ مبناها على الأمر. لماذا؟ لأنهم قبل أن يقدموا على ذلك التصرف ماذا حصل منهم؟ يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل يعني على أنه تقرر عندهم جميعا، حتى من تأخر إسلامه منهم رضي الله عنهم، أن العبادة كعبادة مبناها على التوقف، يعني لا تقدم حتى تسأل، حتى تعلم حكم الله سبحانه وتعالى. ثم يعني استنتج الإمام رحمه الله تعالى يعني من خلال ما ذكر من النصوص تحت هذا الباب، يعني أن أمور يعني المسائل الثلاث التي يسأل عنها الإنسان في قبره يمكن أن نستشفها من هذا النص الذي يعني جاء ذكره بما يتعلق بطلب الصحابة والتوجيه الذي وجههم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل الثلاث في الحقيقة يعني كتب فيها الإمام رسالة بأكملها، رسالة الأصول الثلاثة. 21 قال أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. ما يأتي إنسان مثلا يقول والله يا أخي هذا أهل كتاب، حتى أنه بعض الناس يقول لك
ولاد عيسى، كأنه يحب يقول ولاد عيسى خير يعني من المسلمين. هكذا بعض الناس يتلفظ بهذه العبارة الخطيرة، يقول لك شوف ولاد عيسى وش راهم يديروا مثلا. هو حاشا عيسى عليه السلام، فإننا نعتقد أن عيسى يعني نبي من أنبياء قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فحاشا عيسى. لكن لاحظ الجهل إلى أين يؤدي. فبعض الناس يقول انظر كأنه يذم أهل الإسلام ويمدح ماذا؟ أهل الصليب. يا أخي هؤلاء يعبدون ماذا؟ يعبدون الصليب، يشركون بالله الشرك ماذا؟ الأكبر الصريح الواضح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالله عز وجل كفرهم. فإذا هو ذمهم، فهل يليق بمسلم أن يثني عليهم وأن يمدحهم؟ لا يجوز يا أخي، لأن ذلك ناقض من نواقض الإسلام عافانا الله وإياكم. إذا سنة أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى نفسها هي سنة من؟ يعني المشركين مذمومة. سنة أهل الشرك مذمومة، وسنة النصارى مذمومة، وسنة اليهود أيضا مذمومة. وهذا فيه معنى أن الباطل ماذا؟ واحد، وإن تعددت المآخذ والمشارب وتنوعت واختلفت البلدان فلا شك أن الباطل ماذا؟ أن الباطل واحد، صدر من هذه الجهة أو من هذه الجهة، فالباطل واحد. وأهله أهل من؟ أهل باطل. لكن لاحظ أهل الباطل متى يجتمعون؟ لاحظ مثلا اليهود يكفرون النصارى، ولا يعتقدون بنبوة من؟ بنبوة عيسى، بل يتهمونه بالتهمة الباطلة، يقول هو ابن كذا وكذا عافانا الله وإياكم. إذا اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون ماذا؟ يكفرون اليهود. لكن يلتقي اليهود مع النصراني إذا كان ماذا؟ إذا كان العدو هو المسلم، الإسلام وأهله. والتعبير الصحيح نقول النصراني وما نقول ماذا؟ ولا نقول المسيحي كما يعلم يعني فإن المسيح نسبة إلى المسيح عليه السلام، والمسيح حاشا. إنما التعبير الشرعي أن نقول هؤلاء ماذا؟ نصارى. الثانية والعشرون من هذه المسائل أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. كم بقي على الوقت؟ أيوة ما شاء الله. لأن هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى شيء من البسط وتحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان، لأنها مسألة منهجية. هذه مسألة يعني منهجية حتى نوضح يعني لإخواننا في الحقيقة ما سبق ذكره في المسجد أيضا على مرأى ومسمع من الحاضرين، لأن هذه مسألة تتعلق بالمنهج، والمسائل المنهجية لا بد من إيضاحها وبيانها حتى يتضح الحق لكل طالب للحق لكي يسلك سبيل أهل الحق. لاحظ ماذا قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة. قال المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون بقلبه بقية من تلك العادة. الآن لو أردنا أن نترجم هذا الكلام إلى ما هو حاصل في واقعنا اليوم، مثلا إنسان كان في الماضي على منهج يخالف منهج أهل الحق، مثلا كان صوفيا، كان خارجيا، كان إخوانيا، وإن كان الإخوان خرجوا من رحم الخوارج كما يقولون. كان على منهج فاسد، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه فتاب إلى الله،
فتاب إلى الله، هذا التائب من ذلك المنهج الفاسد لا بد عليه أولا وقبل كل شيء أن يعرف ماذا؟ أصول المنهج الصحيح الذي انتقل إليه. يعني التائب كما قالوا إلى السلفية هذا لا يتوب إليها بالصباح ويحاضر في أصولها وقواعدها بالمساء، هذا على الأقل يترك لنفسه فترة زمنية يتعلم فيها أصول هذه الدعوة، أصول يعني هذا المنهج القويم والصراط المستقيم. نحن في الحقيقة نفرح بكل ماذا؟ بكل تائب، نفرح بكل من يتوب، بل ونرحب بمن يتوب إلى هذا المنهج ويرجع إلى هذا الطريق. لكن لا بد أن ننتبه وننبه إلى أن هذا التائب مع فرحنا به وترحيبنا به لا يسمح له في أول الأمر بالكلام والحديث، لأنه قد يبقى في نفسه وعقله وفكره شيء من البقايا السابقة مما كان عليه، أفكار لا تزال تراوده، أمور شبهات، بارك الله فيك، شبهات لا تزال عالقة بذهنه. لاحظوا التعبير، قال المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، يعني من الباطل الذي كان عليه. إذن هذه يسموها العلماء فترة نقاهة، يعني الانتقال من الباطل إلى الحق. يمر الإنسان في مرحلة تتجاذب، لأن الشيطان هذا لا يحب لصاحب الباطل أن ينتقل من باطله إلى الحق، لا يحب للمنحرف أن يستقيم، ولا يحب للضال أن يهتدي. فتظل هذه الأفكار ربما يعني تراوده وتحرك نفسه. والواقع في الحقيقة يعني عندنا نماذج كثيرة ممن قالوا وأعلنوا أمام الناس أنهم تابوا، وفي النهاية في الحقيقة ما تابوا التوبة الشرعية الصحيحة. هم تابوا هكذا لأن مصلحتهم اقتضت أن يصرحوا بأنهم ماذا؟ تابوا. لكن أهل العلم في الحقيقة لا ينخدعون يعني بهذا الصنف من الناس، حذروا منهم حتى مع تصريحهم بالتوبة، وقد بان عوارهم بعد ذلك. فلا بد أن ننتبه حتى نأصل المسألة ونقررها، نفرق بين كون الإنسان مثلا يأتي تائبا، أبدا ما نستطيع أن نرد يعني أحدا، ولا أن نجعل بوابا على باب، فإن أبواب التوبة ماذا؟ يعني باب التوبة مفتوح، هكذا يعني جاء في النصوص والأحاديث. بل كما يعني أن الله يفرح بتوبة العبد، فينبغي على عباد الله أن يفرحوا بمن يتوب من عباد الله. لكن هذا التائب قلنا لا بد يعني التائب إلى الحق، إلى السنة، إلى المنهج القوي والصراط المستقيم، هذا تترك له فترة يدرس في خلال تلك الفترة أصول أهل السنة والجماعة حتى لا يلدغ مرة أخرى، حتى لا ينخدع مرة أخرى ثم يعني يزيغ وينحرف ويرجع إلى ما كان عليه، أو ربما إلى أشد مما كان عليه. نسأل الله العافية والسلامة. وينبغي يعني علينا أيضا يعني أن نشجع كل من يتوب إلى الله عز وجل، وأن نفرح بكل من يتوب، وأن يعني نشجع كل من يتوب، وأن نستقبل كل من يتوب. لكن لا ينبغي أن يجعل هذا التائب إماما في المنهج يا أخي، نرجع إليه ونسأله وما إلى ذلك. والرجل بالأمس كان كذا وكذا. بالأمس أخ من إخواننا، لاحظ الشبهة ماذا تصنع. أخ من إخواننا مثلا قال يعني دخل مثلا وطرح هذا السؤال: هل فعلا الشيخ ربيع مثلا كان إخوانيا؟ هذا شاب مثلا حديث عهد بالاستقامة، لكن لما وصلت هذه الشبهة إلى ذهنه وقلبه، لأنه سمعها من رجل يدعي
أنه على الجادة والصواب على شاشة من الشاشات. قال يعني هكذا قال الشيخ ربيع كان إخوانيا. قلت يا أخي لنتنزل مع هؤلاء ونقول أن الشيخ كان ماذا؟ كان مع الإخوان، لكن الشيخ من الله عليه فتاب إلى الله ورجع إلى الله وصار إماما في الجرح والتعديل بإقرار يعني الأئمة والعلماء. الشيخ من الله عليه، فلماذا أنتم بقيتم على ما أنتم عليه؟ لماذا أنتم بقيتم على مناهجكم الباطلة والفاسدة؟ لماذا لم تتوبوا إلى الله كما تاب الشيخ وتقرؤون أصول هذه الدعوة وأصول هذا المنهج وتتأصلون فيه، ثم يعني تدعون غيركم إلى التوبة؟ إذن هذه نغمة، هذه رنة كما يقولون، ركبها من ركبها لكي يصل إلى شيء يعني منع من الوصول إليه في بلاده، فجاء إلى بلاد أخرى ويعني أطلق هذا الكلام هكذا على عواهنه، وما كان ينبغي يعني له أن يتكلم بهذا. العصمة نحن لا نعتقد أن فلان أو علان من الناس ماذا معصوما، أبى الله العصمة إلا لأنبيائه ورسله، فمن دون الأنبياء ليس معصوما، وهذا الشرف لأهل العلم. لاحظ الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني كان يقرر الشيء بالصباح ثم يأتيه الحديث بالمساء بالسند الصحيح، فيرجع مالك رحمه الله تعالى إلى الحق والصواب. كذلك كان الشافعي عنده ما يسمى بالمذهب القديم والمذهب الجديد، كذلك الإمام أحمد عنده ما يعني قولين في المذهب، وهكذا سائر الأئمة والعلماء. وابن القيم رحمه الله تعالى كان على كذا ثم من الله عليه بالتوبة. فأين هو العار والعيب يعني في مثل هذا؟ لكن هؤلاء يريدون شيئا يعني الله تعالى في الحقيقة لا يوفقهم إليه. إذا نعود إلى تأصيل هذه المسألة من خلال يعني ما ذكره الشيخ هنا، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون بقلبه بقية من تلك العادة. قال الشيخ لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. إذا لا بد أن ننتبه إلى هذه يعني المسائل. التائب لا يتوب ثم يقفز مباشرة ليكون داعيا. التائب هذا لا بد أن يعني يبقى مع نفسه فترة معينة يراجع فيها نفسه، وإذا كان مثلا كان يصرح فيما مضى بما هو عليه من الباطل ونشر باطله بين الناس وأصل أصولا، يعني من تمام توبته أن يقول يا أيها الناس يا إخوان بارك الله فيكم، أنا بالأمس كنت أقول كذا وكذا، لكن الله من علي فعرفت أن الحق في خلاف ما كنت أقول وأعتقد، فها أنا الآن راجع وتائب إلى الله سبحانه وتعالى عما كنت عليه من الباطل والضلال وما إلى ذلك من هذه الأمور. هذا مما يعني يثلج صدور أهل الإيمان ويفرحهم. أما أن يسكت الإنسان قال والله فلان تاب وهو الآن يصنع كذا وكذا، ثم هو لا يصرح ولا يصحح قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فينبغي يعني على إخواننا يعني أن ينتبهوا لهذا. بقي أن نضيف هذه الأشياء التي يعني ذكرها من ذكر من أهل العلم، أن ما نهى عنه الشرع فلن يكون من الأسباب النافعة ولا المعهودة، كأن هذه شبه قاعدة، يعني ما ورد النهي عنه في شرع الله تعالى ودينه أبدا لا يكون من الأسباب النافعة ولا يكون من الأسباب المعهودة. مثلا الإنسان اللي يتبرك بالشجر والحجر، ورد النهي عن التبرك بالشجر والحجر، التبرك بالشجر والحجر هذا لا يكون من الأسباب
النافعة ولا من الأسباب ماذا؟ المعهودة. فكل ما نهى عنه الشرع والدين فلن يكون من الأسباب النافعة ولا من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المقصود، حتى وإن حصل، فإن حصول الشيء لا يدل على جوازه، وقد سبق ذكر ذلك وبيانه. أيضا أن الشريعة كما قال أهل العلم مبناها على تكميل أديان الخلق. الشريعة مبناها على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات. هكذا يعني ذكر من ذكر من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لاحظ لما وجه النبي وكبر متعجبا من هذا الطلب، دل هذا على أن الشريعة مبناها على تكميل ماذا؟ على تكميل أديان الخلق، على تكميل أديانهم وعلى تطهير عقولهم من الخرافات والخزعبلات. وبذلك يعني نكون قد أتينا على ما تحت هذا الباب مما يسر الله تعالى ذكره وبيانه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.